لو انت حامل او ناويه تحملي او حتى فضوليه عايزه تعرفي الست الحامل بتحس بايه، شوفي الفيديو ده. انا هحكي لكم تجربتي في الحمل من اول ما عرفت ان انا حامل لحد يوم الولاده. الحمل بيتقسم ل3 مراحل بالظبط. هكلمكم عن المرحله الاولى. المرحله الاولى اسمها مرحله الصدمه او الخبر. بتعرفي فيها ان انت حامل، ما بتبقيش فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه. اللي بتحسي بيه عشان يحسسك ان انت حامل، بتحسي اول حاجه بالتقلبات المزاجيه، تحسي ان انت متضايقه، مخنوقه، فرحانه، في حاجه غلط. بتحسي ان انت عايزه ترجعي، بتحسي ان انت بطنك وجعاكي ومنفوخه، عايزه تنامي طول الوقت، تحسي ان بقك كده فيه مراره، في كده في حاجه قرفانه منها مش عارفه ايه هي. هنا بقى بتبقي حامل بس انت لسه في الاول. تروحي تعملي تيست، بتروحي تعملي تحاليل، بعد تروحي للدكتور بياكدك ان انت حامل. خلاص انت حامل، هنبدا بقى مرحله الحمل. ولما عرفت اني حامل كان جوايا مليون شعور، مبسوطه على مخضوضه على مش فاهمه على ايه ده، يعني ايه حامل، يعني ايه بطني فيها حاجه، يعني مش فاهمه، يعني ما انا بطني عاديه وفي حاجه فين. بيبقى عندك شعور مختلف، خصوصا الحمل الاول بتبقي خايفه من المراحل الجايه، خايفه من الولاده، بتفكري في كل حاجه في الاول وانت لسه اصلا البيبي بيبقى قد كده. الفرحه بقى بتبدا اول لما بتقولي لجوزك الخبر وتلاقيه فرحان، وبتلاقي حد تشاركيه فرحتك، وبتحكي لاهلك وبتحكي للناس المقربين. طبعا خلي الموضوع يبقى في الناس المقربين اول 3 شهور، لان اول 3 شهور بيبقى الحمل مش مستقر. بعدها براحتك بقى، قولي اللي انت عايزاه. الفرحه بقى الحقيقيه بتحصل اول لما بتروحي للدكتور ويسمعك صوت نبض البيبي. بتحسي بقى فعلا ان في بيبي وابنك او بنتك جايه في الطريق. بتبداي تستوعبي بقى، تبداي بقى تشوفي السونار. طبعا في السونار بيبقى في الاول مش باين اي حاجه، ما تبقيش فاهمه، بس بتحسي اللي هو حاجه جوه بطنك كده بتعمل كده. الدكتور بيبدا يكتب لك على الفوليك اسيد، تاخديه اول فتره في الحمل اللي هي في المرحله الاولى. ولما تعرفي بقى ان انت حامل بيبدا معاكي مرحله الترجيع، بيقعد معاكي الشهر الثاني كله والشهر الثالث، وبعد كده الترجيع ده بيقف. مش عند كل الناس، في ناس مش بيجي لها اصلا مرحله الغثيان، وفي ناس بتفضل معاها ال9 شهور كلهم. فهي بتختلف من شخص لشخص، بس الأغلبية بيقعدوا اول 3 شهور، بعد كده بيبقوا طبيعيين جدا. ولما بتيجي تروحي بقى تعملي متابعه عند الدكتور، اول حاجه بيطلبها منك تحاليل معينه بتعمليها، بيطمن بيها عليكي وعلى الانيميا وعلى كل التفاصيل، عشان بعد كده يبدا يكتب لك فيتامينات مناسبه معاكي عشان يأهلك للولاده ان شاء الله. فهي المرحله الاولى ما بتبقاش ألذ مرحله، بتبقى رخمه شويه، لان بتبقي مش حاسه لسه بوجود البيبي، وبتبقي تعبانه وبتبقي عايزه تنامي طول الوقت. تيجي بقى للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه دي بقى حبيبتي 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 من احلى مراحل هي احلى مراحل الحمل. المرحله الثانيه دي بيسموها ايه بقى؟ انا رجعت انسانه، جاي طبيعيه، مش حاسه بتقل، مش حاسه بالغثيان، خلاص راح، مش حاسه ان انت حامل اصلا. بطنك بتبدا بقى تكبر سنه، تحسي ان انت شكلك حلو في اللبس، في بطنك كده تقدري تتصوري بيها يوم ورا يوم. المرحله دي بتعرفي فيها نوع البيبي، تعملي 4 دي للبيبي. المرحله دي جميله جدا جدا جدا. هتلاقي بقى نفسك عايزه تاكلي، نفسك مفتوحه، عايزه تاكلي كل حاجه. انا كنت في المرحله دي باكل حلو وحادق وحلو وعماله احلي وحدق، ما بقتش فاهمه انا نفسي في حلو ولا في حادق، لا انا نفسي في كل الاكل. تبداي بقى تشوفي البيبي في السونار بشكل اوضح، بيبقى باين بقى بشكل اوضح كده، تحسي ان في طفل كده، شكل طفل في السونار. على نهايه الشهر الرابع او نصه كده الدكتور بيبدا يقولك يلا هنشوف البيبي. ودي بقى اللحظه الحاسمه، بتبقى احلى لحظه بتعدي على الام لما تعرف جوه بطنها ولد ولا بنت. ودايما دايما دايما احساس الام بيطلع صح. انا في الولادتين دكتور يجي يقول لي ها حاسه بايه، اقول له حاسه بولد، يقول لي صح. الولاده الثانيه هي حاسه بايه، حاسه بولد، رغم ان في الاثنين شعور مختلف وكانت التفاصيل مختلفه، من الاثنين ولدين لكن تفاصيل الحمل كانت مختلفه تماما. دي بقى بدايه الشهر الخامس الدكتور يجي يطلب منك تعملي 4 دي. وال4 دي بقى ده احلى احساس في الدنيا. ليه بقى؟ بتحسي ان الطفل قدامك، ناقص بس تلمسيه، بتبقي شايفه كل تفاصيله، بتبقي شايفه ملامحه، بتبقي شايفه تفاصيل وشه وتفاصيل دراعه وتفاصيل رجليه، كل حاجه تبقي شايفاها اكنه قدامك بالظبط. الفوردي ده بقى الدكتور بيطلبه عشان يعرف منه البيبي حجمه كويس ولا لا، في نموه طبيعي ولا لا، الميه اللي حواليه مناسبه ولا لا، بيعرف منه كل التفاصيل عشان يعرف ان انت الحمل ماشي كويس ولا في مشكله ممكن تتعالج بدري. بعدها بقى بتيجي خناقات اسم البيبي، نختار اسم البيبي، يا ترى مين اللي بيسمي، الام ولا الاب، ولا بقى بتدخلات خارجيه، انا نفسي تسمي كذا. جماعه البيبي بينزل من عند ربنا متسمي، هو بيبقى مسميه. يعني انتوا بتلاقوا نفسكم عايزين اسم، والاسم ده مش شايفين اي اسم تاني غير البيبي، وبتندهوا البيبي بالاسم ده. واي حد بيقولك اي اسم انت مش عارفه تتخيلي البيبي غير بالاسم ده، ده بيبقى ربنا مسميه. وساعات بتحلمي ان انت خلفتي مثلا ولد اسمه كذا، يبقى ربنا خلاص بيديكي علامه واضحه. الحمل الاول يونس، ما حلمتش باسم يونس، بس حسيناه قوي، وكان ساعتها في مسلسل نازل كده كان الطفل اسمه يونس، وساعتها حسيناها علامه من عند ربنا.
في تاني بقى ولاده اللي هي ادم، لا حلمت بالاسم. كنت في يوم ماشيه قلت يا رب اديني علامه بالاسم، كنت محتاره ما بين اسمين ادم وعز، كنت محتاره ما بين الاسمين دول، قلت يا رب اديني علامه على الاسم اللي مكتوب. فلقيت كده وانا ماشيه محلين ورا بعض، انا اول ما شفت كده محلات ابو ادم، محلات ادم، لقيت كذا اسم ادم في الطريق، اللي هو انا اتخضيت، حسيت اللي هو ربنا اهي العلامه اهي. بعدها بقى لما بنعمل الفور دي انصحكم بشده تنزلوا تجيبوا كل حاجات البيبي، الهدوم ومستلزمات، وهاتي حاجتك انت كمان، الجامه اللي هتلبسيها وما بعد الولاده والرضاعه، كل حاجه هاتيها، لان انت المرحله اللي بعد كده هتبقى مرحله تقيله، مش هتبقي قادره ان انت تعملي حاجه، فهاتي كل حاجتك في المرحله دي، يعني على الشهر الخامس السادس ابداي هاتي كل حاجه. دي برده من اللحظات التحفه وانت نازله تشتري هدوم البيبي اللي حرفيا بتبقى قد كف الايد. والغريبه بقى ان يوم الولاده بتلاقيها واسعه عليه، انا ما اعرفش البيبي بينزل قد ايه، بيبقوا صغننين بشكل مرعب. الدكتور بقى خلاص بيوقف لك الفوليك اسيد، بيبدا يديكي فيتامينات تاخديها علشان الحمل، وبيبدا يديكي جدول للاكل، يقولك ما ينفعش ما تاكليش الحاجات دي، هم 5 حاجات اساسيه لازم كل يوم يدخلوا جسمك، اختلفت الدكاتره والحاجات دي موجوده هي. اول حاجه لازم يدخل جسمك كل يوم بروتين، لازم يدخل جسمك خضار زي سلطه، السلطه دي اساسيه، لازم تاكلي طبق سلطه، لازم يدخل جسمك لبن كل يوم، لازم يدخل جسمك عسل اسود، اخر حاجه الفاكهه. ال5 عناصر دول لازم يخشوا جسمك يوميا، دول مش اللي انت محتاجاهم، البيبي محتاجهم، لازم تديهم له كل يوم. وطبعا كل ما بتروحي للدكتور لازم بيقيسلك الضغط، يشوف انت عامله ايه، يطمن عليكي، يطمن على البيبي في السونار، لازم كل شهر تروحي للدكتور تطمني على نفسك، تطمني على البيبي، تطمني على وزنه، مهم جدا الفتره دي، لان المرحله الاخيره بيبقى الوزن بيزيد ببطء شويه. نيجي بقى للمرحله الثالثه والاخيره، ودي اسمها بالنسبه لي مرحله التقل. انت تقيله جدا، انا بتحرك من هنا لهنا عايزه ونش يعديني، نبدا نتقل جدا، بيبقى صعب نتنفس، بيبقى جسمنا ملا جدا، بيبقى كل هدومنا مش داخله فينا، بنخش في مرحله اكتئاب. المرحله دي مرحله اكتئاب، بس بنحاول نطلع منها بتخيلاتنا للبيبي، اللي هو بنبدا اللي هو هنشوف البيبي قريب خلاص، فبنبدا نطلع من المرحله دي. ومش عايزاكي تتضايقي ان جسمك بيتغير، لان والله بعد الولاده بترجعي زي ما انت تاني، مفيش اي حاجه بتتغير، فما تاخديش ان المرحله دي خلاص هكمل بيها طول حياتي، انا هفضل طول حياتي كده تخينه ومش قادره اتحرك، لا، بترجعي تاني تتحركي وبترجعي تاني تعيشي حياتك عادي، هي بتبقى مرحله وبتعدي. ولازم المرحله دي بجد لازم تهتمي باكلك كويس جدا جدا جدا، لان الايام اللي بتعدي ما بترجعش، وخلاص فجاه بتلاقي نفسك في التاسع وهتولدي وتلاقي البيبي لسه وزنه ما كبرش، اللي هو انا اعمل ايه؟ لا، ابدأي من اول، اهتمي بالاكل واهتمي بوزنه، عشان ما تيجي تولدي ينزل بوزن كويس، عشان لو ولد تقدري تعملي له طهاره، عشان ما يبقاش صفرة، ما تبقاش شديده عليه، فاهتمي باكل كويس جدا. نبدا بقى على الشهر الثامن كده نحضر شنطه الولاده، او ممكن تبداوا تحضروها من الشهر السابع، ما فيش مشكله. دي بقى تفاصيلها كتيره قوي قوي قوي، ممكن اعملها لكم فيديو لوحده، بس دي برده من اللحظات اللذيذه ان بتحضري كده شنطه سفر كده صغيره، تحطي فيها حاجتك وحاجه البيبي، بتبقى لحظه حلوه قوي. الدكتور بقى بيجي يطلب منك تحاليل اخيره، التحاليل دي اللي انت بتخشي بيها الولاده علشان يشوفوا هيدوكي بنج قد ايه، يشوفوا حالتك عامله ازاي، يشوفوا الانيميا عندك واصله لايه، الحديد ايه، كل حاجه بتبان في التحاليل دي بتبقى اخر تحاليل تعمليها، مش هتتشكشكي بعدها خلاص. اخر شكشكه برضو بتاخديها اللي هي حقن الرئه، دي تقريبا بتاخديها في اخر السابع اول الثامن، يعني في الحدود دي بتبداي تاخدي حقن الرئه، الدكتور بيكتبها لك بتاخديها عشان لو بعد الشهر حصل ولاده مبكره او اي حاجه تبقى الرئه عنده تمام ومكتمله ومفيش اي مشاكل في البيبي. بطنك بقى بتبقى كبرت كده خلاص قدامك، بتبقي خلاص مش شايفه الارض، بتبقي اللي هو البطن الجديده دي بتبقي مبسوطه بيها برضو، بتتصوري بيها بقى. دايما الشهر الثامن بيبقى من اطول شهور الحمل، رغم ان هو شهر عادي بس بيعدي بصعوبه جدا، تحس ان هو 90 شهر، بتبقي تعبانه فيه ومش قادره تتنفسي ومش قادره تنامي، وتبقي مستنيه تولدي في فارغ الصبر، مستنيه كده يوم ورا يوم عشان اولد. ندخل بقى الشهر التاسع، ده بقى بيطير كده، بيطير، تحسيش بيه. اول التاسع الدكتور بيبتدي يكشف عليكي، بيشوف ان انت هتولدي طبيعي ولا سيزيريان. طبيعي بتستني بقى الطلق، وغالبا اول حمل بيبقى الطلق بيتاخر، يعني في ناس كتير قوي اعرفها ولدت في الشهر العاشر، ده عادي جدا، فانت بتستني الطلق. ولو سيزيريان بيستنى تقريبا اسبوعين وبعد كده بيحدد لك ميعاد الولاده. نيجي بقى اللحظه الحاسمه، يوم الولاده، دي بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هحكي لكم بقى يوم الولاده بتاعي كان عامل ازاي، سواء في يونس او في ادم، وحسيت بايه وايه اللي حصل. انا عامه ولدت سيزيريان في الاثنين، احكي لكم بقى تفاصيل الولاده، واحكي لكم ما شفت البيبي حسيت بايه.
احكي لكم موضوع الرضاعه الطبيعيه، ازاي اول ما بتولدي لازم ترضعي وبتستمري على الرضاعه ازاي، كل ده ان شاء الله الفيديو الجاي. وعامه عايزه اقول لكم ان الحمل رحله مش سهله ابدا، بس هي ربنا بيدينا في الاخر احلى هديه في الدنيا، فعشان كده لازم نستحملها، وكده كده هي هتعدي. فعشان كده حسي بتفاصيلها وحسي بحلاوتها، بلاش تحطي نفسك في حته ان انت على طول خايفه وقلقانه ومش فاهمه في ايه وحابسه نفسك كده. لا، انطلقي وحسي بالحمل واعملي ميموريز فيه، لان هي مرحله مش بتتكرر كتير. طبعا لو الفيديو ده عجبك اعملي لايك وسبسكرايب وابعتيه لاي مامي حامل. اشوفكم بقى الفيديو الجاي.